عبد الرؤوف. كرة مقطوعة عن مهدي علامة أمامية. هجم الآن العرسان، العرسان فرصة الآن والهدف الأول. جول! هدف أول عن طريق التونسي هشام السيفي. التونسي هشام السيفي بمتابعة ولا أذكى، متابعة لكرة مرتدة من الحارس، ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 36. الدقيقة 36 هشام السيفي يؤكد أنه صفقة ناجحة جدا لفريق الفيصلي، ويسجل الهدف الأول للفيصلي والهدف الشخصي السادس لهذا اللاعب بسادس المباريات. سادس المباريات. نشاهد مرة ثانية القصة. تسديدة قوية من عرسان ومتابعة من هشام السيفي بعد ارتدادها من خالد العثامي. كرة بدأها العرسان وأنهاها السيفي، وكرة في النهاية هدف أول الفيصلي وهدف شخصي سادس لهشام السيفي من اللاعب أبو جلبوش. أبو جلبوش بعد تمريرة ولا أروع من عمر هاني. الآن مهدي علامة، مهدي علامة والهدف الثاني. جول! هدف من خطأ أول للحارس خالد العثامنة. خالد العثامنة هذه المرة لم يتعامل مع الكرة بالشكل المطلوب، وبالتالي هدف الاطمئنان وهدف التعزيز عن طريق مهدي علامة. مهدي علامة في الدقيقة 79 يسجل الهدف الثاني لفريق الفيصلي بكرة قوية أخطأ خالد العثامنة بالتعامل معها. أول خطأ لخالد العثامنة، وغلطة الشاطر دون ب1000. غلطة الشاطر دون ب1000. شاهد الفرحة عند مهدي علامة. هذه القصة من جديد. تسديدة قوية وخالد العثامنة لم يتعامل معها بالصورة المطلوبة، وبالتالي هدف ثاني لمصلحة فريق الفيصلي. الهدف الثاني بكرة قوية، يعني مسؤولية مشتركة أيضا، يعني الحارس لا يتحمل مسؤولية وحده، هناك أيضا يعني مهدي علامة بديلين قادمين للكابتن مالك الشطناوي. المغامرة تبدو حاضرة في التبديلين القادمين. الآن مرتدة لفريق الفيصلي. كرة عند اللاعب عمر هاني. محمد بن عطية الثالث يأتي في هذه اللحظات الهدف الثالث، واحتفال على طريق مبابي. احتفال على طريقة مبابي من اللاعب محمد بن عطية. محمد بن عطية يزيد الغلة إلى ثلاثية في الدقيقة 86. الدقيقة 86 تحمل الهدف الثالث لمصلحة فريق الفيصلي عن طريق اللاعب محمد بن عطية. محمد بن عطية يزور الشباك ويرفع الغلة إلى ثلاثية، وثاني أهدافه في الدوري. ثاني أهدافه في الدوري اللاعب محمد بن عطية، بينما مهدي علامة قبل قليل سجل هدفه الأول في الدوري. طبعا شاهد تمريرة ذكية من كان اللاعب عمر هاني. عمر هاني ما كان أناني في اللقطة الماضي. عمر هاني ما كان أناني. نعم الهدف كان في الوقت المحتسب بدل الظاهر. الهدف الرابع كان مقطوع محمد بن عطية. محمد أونش. تبقى الكرة لفريق الفيصلي. العرسان يسدد العرسان والهدف الرابع. الهدف الرابع عن طريق اللاعب أحمد العرسان، ولا يحتفل. لا يحتفل أحمد العرسان بهذا الهدف. هدف رابع رائع بتسديدة من خارج المنطقة. أحمد العرسان يسجل هدفه الشخصي الرابع في الدوري والهدف الرابع للفيصلي في هذه المباراة. رباعية فيصلوية وانهيار كبير لفريق الصريح. انهيار كبير لفريق الصريح. شاهد الكرة في الزاوية البعيدة
خالد العثامني أيضا هذه المرة الكرة يعني تفلت منه وتتهادى داخل الشباك.